السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما يا رب. فيديو جديد، ولأول مرة تشوفينا اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة بقى معانا قصة جديدة وحكاية جديدة، وتعالوا بينا نبدأ قصتنا بتقول النهاردة أنا حبيت ابن عمي. هو شخص تقريبا أصغر مني ب10 سنين. تعلقت بيه وبيحبني بجنون. شرحت له إنه مش مناسب ليا، إنه بنواجه عراقيل بالحياة بسبب السن، وهو مصمم وقال لي أنا مستعد أقدم لك ضمانات إني مستحيل يتجوز عليا أو يخني، وإنه لو رفضت مستحيل يتزوج بعدي. حاولت أقنعه بكل الطرق، مش مقتنع. أنا كمان أبادله نفس الشعور وبحبه، بس الحب مش كفاية. خايفة بعد الجواز يتغير ويندم. ممكن نصيحة؟ فعلا أنا تايهة. بصي هقولك على حاجة. احنا المتعارف عليه في في مجتمع شرقي يعني، أو عامة في مصر، هنتكلم عن نفسينا يعني. تمام. بيبقى الراجل هو اللي أكبر من البنت. تمام كده، أكبر من البنت. بيبقى اكبر منها بقى ايه. في ناس تقول لك لا، انا اللي اتجوزه، انا عايزه مثلا اكبر مني ب5 سنين ب3 سنين، عشان يبقى ايه في السن متقارب. ما يبقاش عامل. اللي هو ما يبقاش إيه تفكير. فاهميني؟ لكن انا عن نفسي، يعني عن نفسي انا في حد انا اعرفه جدا. متجوز ومتجوزة هي، وهي أكبر منه بالسن، وأنا عايزة أقولك إن هي عايشة مبسوطة معاه والدنيا زي الفل، يعني حلوة قوي. مش حكاية إن هو بقى إيه هيندم، أو أنتي خايفة إن هو مثلا يرجع يقول يا ريتني أنا كنت خدت بنت ومن سني ومش عارف إيه، ويا ريتني كنت إن أنا يا ريتني كنت، او ان انا عايز اتجوز واحده من سني او اعيش حياتي او انت بقى حاطه في تفكيرك ان مثلا إن انا هبقى كبيره وهو لسه صغير، هيعوز يتجوز ومش عارف ايه. ومش شرط على فكره. وفي الزمن اللي احنا فيه ده انا مش شايفه ان 10 سنين كتير، بالعكس في الزمن اللي احنا فيه ده انا شايفه 10 سنين قليلين. تمام. فاللي هو آه طالما في حب، طالما في اللي هو متمسك بيكي. انت بتقولي هنلاقي عراقيل في حياتنا، اللي هو بقى ايه. الناس ممكن انت بقى واخداه ان بص الناس هياخدوا بص دي اكبر منه ب10 سنين، دي بص دي عجوزه اهو مش عارف ايه. لا خالص. انا بشوف ناس حرفيا بسم الله ما شاء الله سنهم كبير في السن، بس مش باين عليهم. بجد مش باين عليهم. آه يمكن احنا عارفين ان ايه الهم اللي بيكبر. اللي انت مثلا ممكن انت تتجوزي شاب صغير او تتجوزي واحد من سنك، ماشي، بس يشيلك الهم، يخليكي انت عندك 20 سنة، لا ده انت عندك 100 سنة. فاهماني ازاي؟ اللي هو ايه ده؟ ازاي؟ ف انا شايفة ان لا، ممكن عادي الموضوع ويعدي وتتجوزي، ومفيش مشكلة في حالة لو انت فعلا بتبادليه نفس الشعور. ادوا لنفسيكوا فرصة اللي هي ايه. مش بقولكيش روحي اتجوزي وشوفي بقى انت وحظك، لا خالص. اتخطبوا وشوفي الدنيا هتبقى ماشيه معاك ازاي، الدنيا هتبقى كده يعني. فاهميني؟ الحياه اللي حواليكي. لما انا برضه هقول لك انا عن نفسي، انا ولا يهمني اللي حواليا لو شخص انا بحبه. انا ولا يهمني الناس، ولا يهمني اللي حواليا، ولا كل ده. انا يهمني انا. وانا لما هبقى مبسوطه، في ناس تفرح لي ان انا مبسوطه، بس هل انا لو انا عايشه حزينه مع الشخص ده او ماني سعيده مع الشخص ده، هل الناس اللي حواليا هيجوا يشيلوا عني الكلام ده؟ لا طبعا. فانتي اللي تقرري، انتي اللي انا ممكن نحارب علشانه، او ان انا مثلا ايه ممكن اتحدى حد علشانه. هو قال لك لا، انا اتحدى اي حد واديك اي ضمانات ان انا مش هتجوز. الكلام ده كله جميل جدا جدا. طيب ليه ما ادي لنفسك فرصه؟ ادي لنفسك فرصه. مش معنى ان انت، يعني انت مثلا عايزه تقولي هو عنده 25 سنه وانت عندك 35 سنه، الدنيا في الزمن اللي احنا فيه ده، فلا مش كتير. بجد مش كتير 10 سنين. الناس هتيجي تقول لي لا اصل هيبقى في توافق في الفكر، طب مش عارف ايه. لا خالص. خالص.
طب اشمعنى بتدوا الحق للراجل ان هو يبقى كبير في السن ويتجوز عيله صغيره، ويقعد يجيب لها زي القصه اللي فاتت قبل كده، ويقعد يجيب لها في هدايا ويجيب لها في حاجات عشان يشغل عينيها، عشان ما تشوفش السن، ما تشوفش فرق السن. وبيبقى فرق السن كبير على فكره، كبير جدا. بيبقى هو راجل، ومش هقول لكم بقى عجوز والكلام ده، لا 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 خالص. بيبقى راجل وكانها هي عيله جنبه، كانها هي عيله فعلا حرفيا. فطب انت ليه ايه اللي يجبرك؟ تمام، ده بالنسبة للراجل. لكن انا شايفة، هتقولي لي بعد ان عنصرية ومش عارف ايه، لا انا شايفة كده. وكده فيديو النهاردة خلص، ولو اول مرة تشوفونا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واقول لكم مع الف سلامة، باي باي.